تلات أفكار مسمومة بتفكر فيهم وبتدمر بيهم حياتك. الجزء الأول: أنا مش هتغير، هو ده وأنا هفضل كده وهموت كده وهعيش كده. دي أخطر كذبة بنقولها لنفسنا. بنقفل على نفسنا باب ونسيب الدنيا تعدي وتتطور واحنا واقفين مكاننا وعايشين في الكهف. تلاقي واحد شغال في وظيفة تعبانة بقاله 10 سنين مثلا، كل ما تقول له اتعلم حاجة جديدة يقولك هو انا هتعلم دلوقتي؟ انا مخي كبر على التعليم. يا راجل كبر مخك، يعني بعد ما شاب ودوا الكتاب. ابدأ بخطوة صغيرة، اي خطوة، المهم انك تبدأ وبس، وهتشوف ساعتها بقى مخك شايب ولا لسه شباب. جرب نفسك وانت هتنبهر، صدقني انا شخصيا بعمل كده مع نفسي. طول الوقت بقعد بجرب في نفسي وبكتشف حاجات انا نفسي ما تخيلهاش في نفسي. الناس بتكرهنيش، مش بتحبني، مش عايزاني. العقل ساعات بيترجم التجاهل الطبيعي انه رفض، وبتلاقي نفسك بتبعد عن الناس من غير سبب. اقولك على حاجة، المشكلة ان اصلا مفيش مشكلة، وفكرة الناس بتكرهني دي في عقلك انت وبس، لان اصلا محدش فاضل حد، كل واحد مشغول بحاله هو وبس. مثلا انت تكلم بنت باحترام وترد هي عليك رد رسمي كده يقفلك، فتقول لنفسك ما هي مش عايزاني، اصل انا مثلا وحش، وتفضل بقى ايه تجيب اللوم على نفسك انت، رغم انها ممكن تكون مشغولة مثلا او شخصيتها كده اصلا. اتعامل دايما ان المشكلة عند الاخرون، انا شخصيا بعمل كده، مش عندك، طالما انت متأكد انك صح. زود ثقتك بنفسك وعلاقتك بنفسك، واحترم نفسك وحب نفسك. تقبلها كده زي ما هي بكل عيوبها، وانصح نفسك دايما باستمرار. ما تحللش زيادة عن اللزوم، وما تفكرش بالنيابة عن حد. مفهوم؟ تالت حاجة بقى والأخيرة: أنا مستاهلش حاجة كويسة. الفكرة دي بتخليك تستقبل أي حاجة قليلة وتقول الحمد لله وخلاص، مع إنك تستحق أفضل شيء وأحسن شيء. شاب مثلا عايز يعمل قناة يوتيوب، بس كل شوية يحذف الفيديو ويقول مين هيتفرج عليا؟ أنا مش نافع أساسا، أنا فاشل، ويقعد بقى يسم بدن نفسه. أبوس إيدك، عامل نفسك كأنك صاحبك، اديه نفس الدعم اللي انت هتديه لواحد صاحبك. مفهوم؟ حب نفسك وقدر نفسك وقدر مجهودك. مفيش مخلوق في الكون ده كله هيقدر يتعامل مع نفسك الا انت نفسك شخصيا. محدش هيقدرك الا انت وبس. ما تستناش دعم من بره، كن لنفسك كل شيء.